السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي حلوين. النهاردة هعمل فراخ بانيه بس بطريقة تانية عملتها لكم قبل كده. معايا علبة زبادي، معايا بهارات مشكلة بتاعت فراخ مشوية طعمها جميل، فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، حبهان بودر، ملح، بابريكا، زعتر بس. وهنحط معلقة صويا صوص. بصوا انتوا بس ايه، الطريقة دي جميلة جدا، مش حاطة حاجة تانية. وكل التوابل بتاعتنا ومعلقة الصويا صوص بس، مش اكتر من كده. نقلب كل التتبيلة دي كلها. ومعانا طبعا فراخ البانيه بتاعتنا اللي ايه مقطعينها حلو، ولا رفيعة ولا تخينة. خليكم معايا كده. قلبنا كل التتبيلة اللي احنا عملناها بكل سهولة، مفيش اسهل من كده. نضيف بقى ايه الفراخ بتاعتنا البانيه، ندعكها كلها بالتتبيلة. بصوا كلها كلها بقت تتبيلة اهي زي ما انتوا شايفين. نسيبها ثواني وارجع لكم. كده خلاص انا غلفتها زي ما انتوا شايفين اهو. غلفتها اهو، وبحطها بقى في الفريزر ساعة. عايزين تحطوها في التلاجة، عايزين تحطوها في الفريزر. الزبادي بتطرها جدا زي ما انت عايزة، ساعتين 3 4 لتاني يوم في الفريزر، ساعة واحدة مفيش مشكلة. يلا بينا بعد ما نسيبها هنشوف هنعمل ايه. كده حضرت البيض بتاعي، بيض وشوية لبن ومعلقة دقيق عشان يبقى تخين كده. بصوا يمسك العجين. اوكي. ومعانا ده البقسماط، انا كان عندي اصلا عيش وحمصته وحطيت عليه التوابل عشان هو مش جاي جاهز. ومعانا الدقيق، ومعانا طبعا الفراخ بتاعتنا اللي احنا طلعناه، وده كيس وعليه من ورق فويل عشان كده كده انا ايه هشيله في الفريزر. نعمل ايه بقى؟ نجيب البانيه اهو في الدقيق، يعني بس نكرر الخطوة الأول في الدقيق، بعد كده نحطه في البيض والدقيق، البيض قصدي واللبن. بعد كده نعمل ايه؟ نحطه فين؟ في البقسماط. بصوا اصلا يعني ايه التتبيله، وانا كمان بعمل اللي هو المحلول النقع، انا هبقى انزله لكم. بصوا اضغطوا كده عشان مفيش حاجه ولا كفر هيفك ولا اي حاجه. جربوا الطريقه دي، ولا كفر هيفك ولا اي حاجه منها. بس نمسكها كده ونحطها هنا اهو، ونكرر العمليه تاني. بصوا نجيب في الدقيق الاول، نقرب الدقيق عندنا كده. الدقيق الاول كله بصوا، مبسيبش حته مفيهاش دقيق. ونيجي ايه في البيض واللبن والدقيق اللي انا قلت لكم بحط معلقه مع البيض واللبن وملح وفلفل وعلى البقسماط. اظن خطوات سهله ماشيلكوا بالظبط اهو. بصوا مفيش اسهل من كده اهو. واضغطوا كده اهو. عندكوا عيش ما ترموهوش، يترمي ليه؟ ما يتعمل بقسماط، ممكن يتعمل في الفرن. قبل كده قلت لكم تحطوا عليه زبده وتوابل. بس كده اهو. بصوا الجمال. هكمل وارجع لكم. كده خلصنا البانيه بتاعنا
بصوا 3 طبقات، كل طبقة تحط تحت ايه كل طبقة تحطوا بينهم ايه استريتش. مش اللي بيشتغل بس اللي جاهز يا جماعة، برضو ست البيت تجهزهم وتحطوها في الفريزر، تطلعي على القلي على طول، بدل ما تعملي كل الدوشة دي كلها وتمسحي وتغسلي كل المواعين دي. يا دوبك تطلعي الطبق وتقسميه زي ما انت عايزة وتطلعيه وتعمليه احلى بانيه ده ولا ايه؟ يلا جربوه، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتجربوا احلى بانيه. لازم نجربوا احلى بانيه ومش هتندموا، سهل وخفيف والطريقة جميلة والكفر بتاعه عمره ما هيفك. سلام عليكم.